مساء الخير أو صباح الخير على حسب الوقت اللي بينزل لكم في الفيديو. طبعا الفيديو ده متسيف 21/3، كان عيد الأم وفي نفس الوقت كنا في العيد. طبعا بس كل ما باجي انزله يعني مش عارفة عملت له مونتاج وبعد كده ما تسيفش. قلت بقى ايه ابقى انزله في اي يوم تاني. هنا بقى ايه ده الفسيخ بتاع العيد. طبعا كل سنة وانتم طيبين وبعد الايام عليكم بالخير والهنا والفرحة والسعادة. واي حد بيتمنى حاجة لحد ربنا يرضيه بيها ضعف ما بيتمنى. وربنا يكفينا شر الناس الحاقدة والحاسدة يا رب. يبعدهم عننا كده، واي حد بيتمنى لنا حاجة وحشة ربنا يبعده عننا يعني مش عايزين نعرف الناس اللي هي بتبقى قدامنا بوش ومن ورانا بوش دي. ربنا دايما يسلك لنا. بصوا انا دايما بقول ربنا يقعد لكل واحد ضميره. اذا كان ضميره حلو ربنا يقعده له، اذا كان وحش برضو ربنا يقعده له. المهم ربنا يكفينا شر الناس يا رب الحقدة والحاسدة دي اللي هي بتدخل بدور اللي هي يعني ايه عامله نفسها اللي هي عارفانا بقى والجو ده وبتحبنا ومش عارفه ايه. وهم اصلا يعني من جواهم لينا بيبقى ناس مش سالكة لبعضها، يعني بمعنى أصح ربنا يكفينا شرهم. وهنا بقى كالعادة طبعا الفسيخ أنا زي ما قلت لكم مش بحب أكله غير من عند صلاح الإمام. دي مش دعاية خالص والله أبدا. بجد أنا بحب الفسيخ بتاعه. بيبقى بقصه مزبت كده بيبقى خطير. حتى أنا أكلت فسيخ قبل كده من عند حد بس من غير ذكر اسامي يعني. وما كانش احسن حاجة خالص وتعبت منه ورحت بقى اخدت محاليل. وما كانش احسن حاجة. بس بجد اللي انا بعتمده اذا كان في عيد في شم نسيم في اوقات عادية لو انا مثلا خلاص نفسي هفتني اللي انا عايزة اكل فسيخ مش بحب غير من عند صلاح الامام. هنا فسيخه برسوم تحفة. خطير قمر عسل زي ما تقولوا. بصوا بطنه نضيفة جدا ما فيهاش اي حاجة. وطبعا الفسيخ انا فتحته من الظهر كده هتقولوا لي ما نضفتهوش ليه، هقول لكم انا بحب اكله كده. بصوا كان في مثل كده كل اللي يعجبك وما تاكلش اللي يعجب الناس. مش عارفة المثل ده مش عارفة هما بيقولوه ايه، بس انا بقى بحب اكل اللي يعجبني والبس اللي يعجبني. بالنسبة لي بقى كده خلاص الفسيخة اخدت حقها خلاص. انا بالنسبة لي كده انا نضفتها. هنا بقى خلاص حطيت الفسيخ بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه. حطيت بقى ليمون كتير